بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل معانا الكوارع وفتة بالخل والثوم، والفتة بالخل والثوم وتسوية الكوارع والتسوية الصح المظبوطة اللي افخم الشيفات واسرار افخم الشيفات في تسوية الكوارع والمصامت والحاجات دي. بس نتابع الفيديو وما ننساش الاول نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس. لو انت اول مرة تشوفي القناة فعلي الجرس واشتركي في القناة. معايا هنا مية بتغلي، حلة فيها مية بتغلي. تمام. طبعا انا معايا الكوارع غسلها بالدقيق والملح والليمون ومظبطاها ونضيفه وزي الفل. هنزل فيها بقطع الكوارع كده لمدة ربع ساعة. يعني انا هسيبها تغلي في المية دي ربع ساعة. دي مش الشوربة، دي المية اللي هتخلص منها من زفرة الكوارع، ولو فيها اي حاجة هتخلص منها. زي ما انتوا شايفين كده المية لونها اتغير وريحتها ما بتبقاش حلوة قوي. يعني ايه بتبقاش حلو؟ فهعمل ايه؟ هروح شايلاها من المية اللي غلت فيها ربع ساعة دي. شايفين المية شكلها مش حلو خالص ازاي؟ وهشطف الكوارع وهغسل الحلة وارجع تاني. هنا بقى معايا الحلة هحط فيها معلقة من السمنة، وهنزل فيها بطماطمايه كده 4 تربع مقطعاها 4 تربع، ونفس الحكاية بصلاية مقطعاها برضو على 4، وهقلبهم تقليبة كده. وهنزل بقى معايا بقرنفل وكبابة صيني وفلفل اسود وحبهان. كل ده حب، مش هحط اي بهارات من اللي هي المطحونة. ليه؟ عشان ما تغيرليش لون الشوربة. وهحط برضو ورق لوري. هنزل بالكوارع كده زي ما انتوا شايفين، وهديها كده تشويحة لمدة دقيقتين 3 كده ولو يا ريت تستخدمي حلة اوسع من كده شوية. يعني انا الحلة هنا عندي كانت ضيقة شوية. بعد ما هديها تشويحة كده بالشكل ده كده، هبتدي بقى ايه اقلبها كده شوية. وهنزل عليها بالمية وهغطي عليها واسيبها تغلي لمدة ساعة. انا بعملها من بالليل. التركة المهمة والسر في تسوية الكوارع انك بتسويها على مرتين. مرة بالليل تديها غلوة لمدة ساعة كده، هي دي غلت لمدة ساعة اهو. هطفي عليها وتاني يوم هديها غلوة لمدة ساعتين. هسيبها بقى تغلي لمدة ساعتين. الكوارع عشان تسويها في يوم واحد وتديكي نفس النتيجة دي مش هتقعد اقل من 6 ساعات مهما كانت صغيرة، عشان تطلعي كل المادة الجيلاتين اللي فيها وتبقى معاكي فاصلة عن العظم بالشكل ده كده. ممكن تبقى مستوية معاكي وتمسكيها وتاكليها وتبقى مستوية معاكي، بس مش هتبقى مطلعة كل الجيلاتين وحاسة ان هي جيلي بالطريقة دي. هو ده السر في تسوية الكوارع بالنسبة للمطاعم والشيفات والمطاعم اللي بتقدم الكوارع والحاجات دي. يبقى وهنا بقى جبت حلة فيها معلقة سمنة بلدي، معلقة حلوة كده، ونزلت عليها بحوالي معلقة كبيرة كده من الثوم المفروم. هديلها تشويحة كده مع بعض لحد ما التومة تصفر معايا. زي ما انتوا شايفين كده هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة، وهديها تشويحة برضو لحد ما ريحة الكزبرة تطلع معايا كده. بس حاولي التوم ما تغمقهوش عشان ما يمررش منك. ونزلت عليهم بربع معلقة من ربع كوباية من الخل، ومعايا هنا حوالي 3 كوبايات من عصير الطماطم متصفي طماطم. يعني 3 كوبايات عصير طماطم مضروبين في الخلاط كده ومتصفين.
وطبعا هحط معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ورشة من السكر عشان الحموضة بتاعة الخل والصلصة، وهملحه. حطيت معلقة صغيرة من الملح، وهسيبهم بقى لحد ما يتسبكوا. بس انا مش طبعا مش هسيبها تتسبك زي صلصة المكرونة، لا يعني تغلي غلوتين كده تبقى الصلصة ايه، جوسي كده. هنا شايفين الكوارع، قطع الكوارع بعد ما طلعت عاملة ازاي، زي الجيلي بالظبط. هي دي الطريقة الصحيحة لتسوية الكوارع. لازم تسويها من قبلها بليلة، يعني تديها غلوة. واللحمة برضو، يعني انت لو عايزة تاكلي لحمة تسويتها تمام، اديها غلوة من بالليل وكملي تسويتها تاني يوم الصبح. هنا زي ما انتوا شايفين كده انا بفصص الكوارع، بقطعها كده قطع كده في طاجن او في صينية المتوفر عندك. تقدري تسيبيها بشوربتها لو انت مش بتحبي الطريقه دي، بس دي هنقدمها بطريقتين. يعني لو تقدري عايزه تقدميها في الشوربه كده مفيش مشكله. هنا بقى هاخد حوالي معلقتين 3 كده على الكوارع بعد ما فصصتها، وهدخلها الفرن لمدة ربع ساعة تلت ساعة لحد ما تتشمع كده وتنشف شوية كده، ووشها بقى يتشمع كده وتاخد لسعة بسيطة كده من فوق الوش. او تدخلها كده ربع ساعة تتشمع، وبعدين تشغلي لها الشواية لمدة 3 4 دقايق كده. هنا بقى الشوربة بتاعتي انا بصفيها طبعا من ايه، من الطماطم والبصل والكلام ده كله، عشان اللي يجي يشرب ما تضايقش حد، يعني ما يبقاش فيه اي حاجة من دي. شايفين ما شاء الله الشوربة معايا عاملة ازاي. هنا بقى معايا صينية كده على النار، هحط فيها معلقة كبيرة من السمنة، بعد ما تسخن كده السمنة وتسيح هنزل فيها بكمية العيش اللي انا ايه مقطعاه بالشكل ده، اللي هو العيش الناشف بتاع الفتة بتاعنا الجميل ده. هشوحه كده تشويحتين لحد العيش يحمر معايا كده ويقرمش كده ويبقى حلو. هنزل عليه بمعلقتين 3 كده من الصلصة بتاعت صلصة الخل والثوم، عشان العيش ياخد من نكهة الصلصة بتاعت الخل والثوم. وبعدين طبعا الشوربه معايا سخنه برضو، هنزل ايه على العيش بكميه الشوربه بتاعتي لحد ما العيش يتشرب الكميه المظبوطه من الشوربه. طبعا على حسب، انت في ناس بتحب الفته تكون طريه وجوسي كده بتزودي الشوربه، انت بتحبي العيش يكون مقرمش معاكي شويه وماسك نفسه قللي الشوربه. يعني ده على حسب انت بتحبي ايه. وطبعا هنا انا كنت عامله رز ابيض عادي خالص، رز مسلوق ابيض. غسلت كوبايتين رز كده وشوحتهم بمعلقه سمنه، ونزلت عليهم بالميه سخنه بتغلي وسبتهم يستووا. وحطيت كده الرز على وش الفته. وهنا بقى ايه، بنزل ايه على وش العيش قصدي، بنزل كده بالصلصه بقى بالطريقه دي بخطوط كده. تقدري تحطي الصلصه على وش الرز كله، حطي بقى بالطريقه اللي تعجبك. انا هحط كده بطريقه يعني زي تزويق كده، يعني ايه، تقدري تحطي بالطريقه اللي تعجبك. تقدري ترشيها كده دواير دواير كده، يعني زي ما تحبي. طريقة سهلة وبسيطة. وما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام. وهنا الطاجن بعد ما طلع من الفرن، شايفين هو بيغني 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 بيغني. يعني ما شاء الله. وقعد حوالي ربع ساعة في الفرن كده، وبعدين ولعتله الشواية كده دقيقتين 3 بس يا دوبك اتشمع كده، عشان برضو ما يجلدش. لو سبتيه تحت الشواية مدة طويلة الكوارع هتجلد. لا هي بس سيبها تتشمع كده، تاخد لون كده، حاجة بسيطة كده. وهنا الشوربة لو عايزة حد بيحب شوربة الكوارع بالقطع كده زي ما هي، تقدري تقدميها بالطريقة اللي تناسبك، وعلى حسب ذوق اللي بياكل برضو. وهنا معانا الفتة ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.